بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم حبايبي في مطبخ هند وإيمان. النهاردة إن شاء الله هنعمل أكلة حلوة جدا، هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهنشوف هنعمل إيه. هنا معانا حلة هنحط فيها بمقدار ربع كوباية زيت. ما تكتريش الزيت عشان الزيت غلي بطريقة يعني محدش يتخيلها، ربنا يرحمنا. هنحط شوية من الزيت هنا. والصلصة دي مش عايزة اللهم صل على حضرة النبي سمنة. وهنحط معلقة توم كده ايه تكون حلوة زي ما انتي شايفة. وهنبتدي نشوف هنعمل ايه. اللهم صل على حضرة النبي. هناخد نص معلقة توم تاني، وده حمص حطيناه لسه ما ضفنالوش اي اضافات غير ان حطيته على كنت نقعاه وبعد كده نزلت بيه على المية المغلية، مفيش اكتر من كده. حطيت ربع معلقة توم على الحمص برده وهسيبه يكمل سواه. طبعا من الحمص معروف الطبخة هتبقى عاملة ازاي او الطبخة هتبقى ايه. هنبتدي نحمر هنا اللهم صل على حضرة النبي، او هنصفر التومية مش هنحمرها. وهننزل بيها وهننزل بالخل الاول على التوم قبل الصلصة. طبعا عرفنا هنعمل ايه، هنعمل كشري ومفيش احلى من الكشري المصري. حطينا برضو ربع كوباية من الخل او اقل من ربع، يعني حطيت 4 معالق من الكبار دول. وبعد كده هنزل بهنا بالايه بالطماطم. الطماطم بتاعه الكشري يا جماعة ما بتتصفاش، بتبقى كده. خليت حبة علشان هاخدهم عصير طماطم. خليت حبة علشان احطهم على الحمص بدل ما اخرط طماطمايه. ففي الصلصه اللي هي اللهم صل على حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم المتخرطه المعصوره ولا ايه، مش عارفه انا مالي مش مركزه ليه، يلا ما علينا. حطينا شويه ميه عليها وبعد كده نزلت بيهم على الحمص. هنا هنبتدي نحط الملح، وهبتدي احط طبعا كمون ومعلقه فلفل اسود صغيره كده مش كتير، وحبه سكر علشان الحموضه بتاعت الايه بتاعت الطماطم، حبه كده يعني معلقه صغيره. وهنقلبها وهنسيبها تتسبك كويس جدا. وتسبيكة الكشري او الصلصة بتاعة الكشري ما بتبقاش تقيلة يا جماعة، بتبقى خفيفة. يعني دي مش زي صلصة المكرونة العادية تخلي الإيدام بتاعها او المادة الدهنية بتاعتها تطلع على الوش، لا. دي بتغلي 3 4 غلوات، او مثلا تاخديها من 10 15 دقيقة على البوتاجاز. وبعد كده بتروحي ايه طافية النار. هنا جبنا حلة اللي هنعمل فيها نحمر فيها البصل، وفي نفس الوقت اللهم صل على حضرتك يا نبي صلى الله عليه وسلم اللي هنعمل فيها الرز. عملت البصل في الكبة حلقة زي ما انت شايفة، ونزلت بالكمية كلها في الحلة دي حطيتي قد ايه زيت؟ يعني انت حطيت كوباية زيت علشان احمر فيها البصلة تتحمر كويس جدا. وفي نفس الوقت بعد ما احمرها هعمل مكانها هعمل عليها الايه الرز. هنقلب بقى ورايحه جايه تقلبي في الايه في البصل، ما تروحيش تقعدي تمسكي التليفون وتنسي البصل على النار، هيتحرق معاكي ومش هيبقى كويس. طيب انت حطيتي ايه على على البصل؟ حطيت شويه ملح مش اكتر من كده. حابه بقى تحطي نشا، حابه تحطي دقيق، حطي اللي انت عايزه تحطيه. ولكن انا ما بحبش احط الاضافات دي بصراحه اكتر من الملح، وطعم الحاجه الحمد لله بفضل ربنا بيطلع زي العسل. ممكن لو عندك عزومة على الكشري مثلا، او لو عندك بتعملي كمية اللهم صل على حضرة النبي البصل المحمر بتحبيها كمية كبيرة، فخليكي اعمليها في طاسة الزيت زي ما كنت عاملاها قبل كده في الكشري. لكن انا ما شاء الله الحلة مش يعني الكمية مش كبيرة، فعشان كده ما عملتهاش في الطاسة. هنا كنت بشوف الحمص استوى ولا لا، لقيته لسه. هديت عليه النار وسبته يستوي. الحمص ده كنت نقعاه من بالليل للصبح. بصي بقى البصل ابتدى يتحمر معايا علشان رايحة جاية اللهم صل على حضرة النبي اقلب فيه. هتبص تلاقيه طري كده ودبل، ولا يهمك، استنى اما يتحمر كويس جدا هتطلعيه. بصي بقى هنا تمام والله من غير اي اضافات الا الملح بس. هنبتدي بقى نجيب عندك بقى مناديل ورق مصفى. اللهم صل على حضرة النبي. انا كان عندي حتة ورق زبدة فردتها على صينية كده، وبعد كده هفرد عليها الايه البصل مجرد ان انت تطلعيه حتى لو طري وتفرديه يا دوبك بس كده يعني يشم الهوا، هتبص تلاقيه نشف وبقى زي الفل. ممكن تحطي في مصفى، مش ممكن يعني مش مهم مناديل ورق ولا ورق الزبده. دي كانت حته موجوده عندي كده مقطوعه فانا استخدمتها وما شربتش زيت ولا اي حاجه. طلعت الكميه اللي انا عايزاها وبعد كده سبت الكميه التانية هنزل بيها هنزل عليها بالرز والعدس. اللهم صل على حضرتك يا نبي صلى الله عليه وسلم. هنفردها بقى ونسيبها على جنب.
لغاية ما نكمل بقية الطبخة بتاعتنا. سبت نصها، يعني سبت حبة منها، انت ممكن تكتري او تقللي، فده حسب رغبتك او حسب حبك للحاجة. هنا كنت غاسلة العدس ونقعاه، يعني يا دوبك تحمير البصل فقط لا غير، ما نقعتوش مثلا من بالليل ولا ساعتين ولا الكلام ده كله، علشان ياخد سوى الرز. نزلت بيه، وبعد كده هاملة شوية مية، هنزل عليها بكوبايتين مية واسيبهم ياخدوا غلوة واحدة، وبعد كده تروحي نازلة بالرز. لو انتي بتعملي الموضوع ده بدري ممكن تخليه ياخد غلوة وتطفي عليه وقت الاكل، علشان الكشري بيتقدم سخن، تروحي ايه حاطه الرز زي ما انا عملت، كنا صايمين، وبعد كده رحت حاطه طافيه عليه بعد ما خد غلوه، وبعد كده بعد جيت قبل المغرب بشويه رحت غاسله الرز ورحت حاطاه. كان الموضوع معايا كويس جدا بفضل الله. هنا بقى بص البصل لونه جميل والله. هنفرده بقى ونسيبه ينشف على جنب. متنسيش تصلي على الرسول في الايام المباركه وتدعي دعوه حلوه من قلبك اللي انت عايزاه في الايام الحلوه اللي احنا فيها. هنسيبه بقى هنا ياخد غلوة، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. صلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. هنا جه الساعة بقى ساعة الاكل، كنت غسلت الرز، هنزل بكمية الرز ده. قد ايه عدس؟ ده عدس بجبة اللي هو العدس الاسود، ربع كيلو. هنزل عليه بقد ايه؟ هنزل عليه بكيلو رز. حسيت ان الرز قليل، كنت شايله كوبايه، بعد كده رحت حطها تاني، شايله كوبايه رز يعني، ها، غسلتها ورحت حطها تاني. هنزل بالملح، واوعي هنا تحطي فلفل اسود، ملوش اي مكان، هتحطي كمون فقط لا غير، مش هتحطي اي حاجة تاني. هننزل بالمية، وما تكتريش المية عشان انتي كنتي حاطة مية في الاول ومديه العدس غلوة، ما تكتريش المية عشان ما يعجنش معاكي. اللهم صل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الكشري المصري من الاكلات الجميله جدا. ممكن طبعا تجيبي عيش شامي وتحمريه جنبيه، بس بصراحه احنا بنكتفي بكده، وكل واحد بيعمل له طبق كده وهتشوفي معايا، ويحط بقى الاضافات اللي هو عايزها، لان في ناس ما بتحبش البصل وفي ناس ما بتحبش الحمص، فكل واحد بيحب حسب طلبه. حطينا شويه الكمون وهنقلبها، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. الصلصه كانت معايا تمام اتسبكت وطفيت عليها، والحمص هنشوفه برضو دلوقتي، برضو كان استوى وطفيت عليه. هنا كنت حطيت الحله عشان اسلق المكرونه. ابتدي اعمل الدقه اللي بتتعمل في البيت غير الدقه اللي في المحلات. هي نفس الدقه، بس الفرق ان في المحلات ما بيحطولكيش ميه حمص، بيحطوا ميه من الحنفيه، لكن انت بتحطي ميه الحمص اللي انت سالقه فيها الحمص اهو. هي غمقت كده بس عشان الكمون كتر مني وانا حاطاه. هاخد بقى معلقه توم او نص معلقه توم كده صغيره، وبعد كده هنزل بكميه الميه حسب حبك للدقه، لان في ناس بتحب الدقه كتيره جدا وفي ناس ما بتحبهاش اصلا، فما يعني تعملي حسب ما انت محتاجه. هنحط بقى خل، والحمص هنا حايق، فيه كمون وفيه ليمون وفيه اللهم صل على حضرة النبي وفيه ملح، فما حطيتش اي اضافات للدقه، ولكن انت هتدوقيها لو محتاجه ملح هتحطي ملح وكمون والخل فقط لا غير، مش هتعملي اي حاجه تاني. كده تمام، الدقه معايا جهزت وكل حاجه. اللهم صل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هنبتدي نعمل الشطة. حطيت شطة، وممكن تحمري الشطة دي في شوية زيت وتنزلي عليها بالصلصة، بس بصراحة انا ما حبيتش الموضوع علشان ما يبقاش كله تقيل قوي. هنا الصلصة اهيت، هبتدي اخد منها معلقتين، يبقى دي الدقة، الصلصة، الشطة، الحمص، كله جهز الحمد لله بفضل الله. وعين عليها المكرونة تسلقيها، والعين التانية بتاعة البوتاجاز. وطبعا الشطة برضو حسب حبك، بس احنا بنحب حاجة اسمها شطة جدا عشان كده مكترة. والعين التانية بتاعت البوتاجاز عليها الرز اللي هو بتاع الايه، بتاع الكشري. في ناس بتعمل بقى الرز بتاع الكشري ده، بتعمل العدس كمان تسلقه لوحده وتروح عامله رز بشعريه. انا بصراحه ما بحبوش، علشان كده ما بعملوش، ما عنديش حد بياكله، عشان كده انا ما بعملوش. سلقت اي نوع مكرونه انت حباه او انت جايباه او موجود عندك في البيت، بعد ما هسلقه هنزل بنفس الحله، هحط فيها شويه زيت، وهنزل بالمكرونه اهي. كنت عامله مكرونه سباكيتي ومكرونه ايه، مرمريه اللي هي الصغيره. هننزل بشويه كمون معلقه واحده، وتاكلي احلى مكرونه على الكشري بالطريقه دي. في المحلات بيعملوها كده. وانزلي برضو بشويه الملح. لو انتي سلقاها المكرونه وحاطه في ميه السلق ملح، خلي بالك من الموضوع ده قوي عشان ما تحدقش معاكي.
هنبتدي بقى نقلبها كده شويه. اولا المكرونه بتكون مفلفله وما بتكونش لازقه ببعضها، ما شاء الله بتبقى جميله جدا. ثانيا بتبقى سخنه في الوقت ده، بعد ما بتصفيها طبعا بتغسليها فبتبرد، لكن لما بتعمليها بالطريقه دي بتبقى سخنه وحلوه جدا. الف هنا وشفا للكل اللي كل من الكشري ده الحمد لله بفضل الله، وكان عاجبهم جدا. كانت ماما صايمه، خدت الكشري ورحت فطرت معاها، ربنا ما يحرمنيش منها يا رب. هنا بقى كان المكرونه وكان الرز تمام. اللهم صل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هبتدي اقلب تقليبه تاني عشان ايه، عايزين نسخنها كويس. بصي بقولك ان هي مفلفله وجميله. متنسيش تصلي على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوه حلوه من قلبك. وهنا كنا حاطينه الاكل بتاعنا عشان نفطر. لايك بقى وشير وسبسكرايب لمطبخ هند وايمان. لو انت مش مشتركه اشتركي وفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. شكرا للمتابعه حبيبتي، سلام عليكم.